هنسمي الله ونصلي ونسلم على رسول الله عليه الصلاة والسلام، ونشوف عملنا احلى تتبيلة سمك مقرمش النهاردة ازاي. طبعا عندك كمية سمك، اي سمك انت بتفضليه، بس انا بحب السمك البلطي. بس مش بتاع المزارع بقى، السمك ده حي، صابح كده من بتاع البحر، جميل جدا. انا جبته كده وغسلته ونضفته. بعد ما نضفته كويس قوي وغسلته ونقعته زي ما قلت لكم في بشر ليمون، وكمان برتقان، قشر برتقان، لو عندك ورقه نعناع، كل ده بيخلي ريحه السمك تحفه بصراحه. انا بعد ما عملته كده ونقعته في ملح شويه بالحاجات اللي انا قلت لكم عليها دي، جربوها بقى في نقع السمك، بصراحه بتخلي قلبه زي الفل. هيبقى معانا بقى التتبيله بتاعت السمك. دلوقتي معانا نوع بهارات السمك طبعا اللي انا عملت بيها السمك النهارده، شويه كمون على شويه كزبره ناشفه. ومعايا برضو حزمة كزبرة كده، حزمة خضرة، والليمون طبعا اساسي في تتبيل السمك يا جماعة. معايا الليمون ومعايا الكزبرة ومعايا التوم، حوالي يعني نص راس توم كده. هاخد كل الحاجات دي وهضربها بقى في الخلاط لحد ما تبقى معايا زي الخلطة كده، زي الخلطة اللي بتنقعي فيها الفراخ المحمرة، يعني مش هتخلي حاجة باينة خالص. هنفرم التوم وهنفرم الكزبرة وهنفرم الليمون، هقطعه اربع كده وهفرمه، كل ده هضربه في الخلاط. انا بصراحة بحط عليهم شوية مية صغيرين كده وبضربهم في الخلاط، فبيكون معانا تتبيلة روعة بصراحة. جربوها وان شاء الله مش هتبطلوا تعملوها للسمك. بعد ما ضربت كل المكونات في الخلاط، شايفين اهو بتبقى معانا تتبيلة جميلة جدا. شايفين اصلا التتبيلة عاملة ازاي؟ شايفين الليمون اتبشر كله دايب خالص، الكزبرة، الكمون، شوية ملح صغيرين، كل حاجة انا ضربتها في الخلاط بالخضرة بقى، بالكزبرة، بالتوابل الحلوة، الريحة بصراحة يعني زي الفل. بعد كده هبدأ اتبل السمك بتاعي، احشي كده فيه، يعني الفتحات اللي احنا عاملينها دي هنحشيها، ونحشي السمك بتاعنا كده زي ما انتوا شايفين في التتبيلة الجميلة دي. بعد ما خلصت تتبيل كل السمك، انا بقى هحمره معاكم دقيق بس يا جماعه، ما حدش يضحك عليكم يقول لكم حطوا نشا، حطوا مش عارفه ايه، لا والله هو انا دي التتبيله اهي زي ما انتوا شايفين. انا بعد ما حطيته بقى في تبلته بالحاجات دي، زودت شويه ميه كده في التتبيله وبغرقه ميه كده، وبعد كده بحطه في دقيق كتير، يعني بحطه في الدقيق جامد، وبعد كده بحمره بيطلع ناشف مقرمش زي الفل. والنتيجه قدامكم اهي، شايفين اهو مقرمش وجميل جدا، بسم الله ما شاء الله. جربوا طريقتي بقى في السمك، شايفين مفيش نقطة زيت بتمسك فيه. ليه؟ لان انا بحطه في التتبيلة زي ما قلت لكم، بعد ما تبلته وسبته شوية، انا حطيته في التتبيلة اللي هي قدامكم دي، وبعد كده بحمره وبيطلع معانا بالشكل ده اهو. شايفين السمكية ناشفة ازاي؟ كله قدامكم. بطلعها في الطبق، اتمنى تكونوا شايفين ان السمكة ناشفة جدا، يعني ما فيهاش اي حاجة خالص. وده كان السمك بتاعنا النهاردة. اتمنى يكون عجبكم والفكرة عجبتكم وطريقة التتبيلة الحلوة دي عجبتكم. اتمنى اكون قدمت لكم حاجة جديدة. ممكن بقى السمك ده تقدميه مع رز ابيض، او حابه تعملي معاه رز صياديه اللي هو الرز الاحمر. طبعا طريقته سهله جدا، هبقى اعمله معاكم يعني في فيديو تاني ان شاء الله. بس انا عملت النهارده رز ابيض حلو جدا مع السمك المحمر المقرمش الجميل. وبكده خلاص نكون وصلنا لنهاية الفيديو. عايزة بقى تعملي معاه رز احمر بيبقى حلو برضو وجميل، انا عملته قبل كده وان شاء الله هعمله معاكم في فيديو تاني. بس يا ريت تقولوا لي رأيكم بقى في الكومنتات، لان رأيكم يهمني. تشوفوا يعني التتبيلة دي حلوة ولا التتبيلات اللي قبل كده، لان كل مرة كده بنعمل مع بعض تتبيلة جديدة. معانا بقى مخلل اللفت الجميل ده اللي انتوا. وده كان الغدا بتاعنا النهاردة، وألف شكر لكم على حسن المتابعة، واشوفكم في فيديوهات تانية جديدة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.